بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. بيرم التونسي، هل كان بيرم التونسي ملحدا؟ تابعوا معايا رحلة بيرم التونسي من زجال متمرد إلى العشق الإلهي وزجال الابتهالات الدينية وصاحب الأغنية الرسمية لمناسك الحج. بيرم التونسي شاعر الشعب هرم الزجل، يعتبر بيرم التونسي رائد الشعر العامية في مصر. كانت بداية انطلاقته الحقيقية في ثورة سنة 1919 لما كانت في الإسكندرية، لما تعاون مع صديقه سيد درويش فنان الشعب وقدموا مع بعض مجموعة من الأعمال اللي بتنبض بالوطنية. شهدت حياة بيرم التونسي الكثير والكثير من الأزمات. كان أكبر أزمة هي نفيه عن مصر لمدة 16 سنة بعد أزمته مع الملك بسبب أشعار كتبها ينتقد فيها سياسات الملك فؤاد، ومع ذلك استمر بيرم التونسي في الكتابة من المنفى. حصل بيرم التونسي على الجنسية المصرية سنة 1953، وده بعد قيام ثورة يوليو سنة 1952، واللي كان من أشد المؤيدين ليها، واللي كتب مجموعة من الأشعار الداعمة لثورة يوليو. كان أول من ألقى الشعر بصوته في الإذاعة المصرية احتفالا بقيام ثورة يوليو سنة 1952. محمد مصطفى بيرم الحريري، وشهرته بيرم التونسي، شاعر مصري من أصول تونسية. ولد بيرم التونسي في حي السيالة في الإسكندرية لأسرة تونسية تقيم في الإسكندرية. ولد في 23 مارس سنة 1893. كان صديق لفنان الشعب خالد الذكر سيد درويش، وألف له رواية شهرزاد. حاول والده أنه ينشأه تنشئة دينية، كان بيرسله إلى الكتاب للتعليم والحفظ القرآن الكريم، ولكن بيرم التونسي فشل في الاستمرار بالتعليم، وكان بيصف نفسه دايما بالتلميذ البليد، وده لأنه كان عنده عقدة من الحساب، لأنه ما كانش بيعرف يكتب السبعة من الثمانية، فترك بيرم التونسي التعليم. بعد كده عمل بائع في محل لبيع الحرير مع أعمامه. كان بيرم التونسي محب للقصص والحكايات الشعبية، وكان بيحرص على شراء الكتب والقصص من سن مبكر. كان دخول بيرم التونسي في مجال الأدب بالصدفة لما حجز المجلس البلدي على بيته وطلب منه دفع مبلغ من المال. اتغاظ بيرم التونسي من كده وألف قصيدة يسخر فيها من المجلس البلدي. القصيدة كانت بتقول: يا بائع الفجل بالمليم وحدة، كم للعيال وكم للمجلس البلدي، كأن أمي بل الله تربطها أوسط، فقالت أخوك المجلس البلدي، أخشى الزواج فإن يوم الزواج أتى يبغى عروسي صديقي المجلس البلدي، أو ربما وهب الرحمن لي ولدا في بطنها يدعيه المجلس البلدي. كانت القصيدة دي هي بداية انفجار الموهبة الأدبية والشعرية عند بيرم التونسي، وانتشرت القصائد والقصيدة دي بالتحديد، ولاقت إعجاب شديد من الشعب اللي كان بيعاني في الوقت ده من تسلط المجلس البلدي عليه. نشرت القصيدة كمان في الصحف. بيرم التونسي كان متمرد، ولكنه أبدا لم يكن ملحدا زي ما أشيع عنه. بيرم التونسي نشأ من صغره على الكتب الصوفية اللي كانت أول كتب قرأها بعد القصص والحكايات الشعبية. قرأ كتب لمحيي الدين ابن عربي والإمام الغزالي والمقريزي وغيرهم في شبابه لما كان عمره 17 سنة. مر بيرم التونسي بمحطات ومطبات كبيرة في حياته. كان السبب الرئيسي في معاناته هو معارضته الساخرة للملك فؤاد، والفساد اللي كان موجود في القصر وبين أفراد الأسرة الحاكمة الملكية في الوقت ده. بسبب كده تم نفيه خارج مصر لمدة أكثر من 16 سنة، وبعد معاناة طويلة وسنين طويلة رجع لمصر واستكمل مسيرته الأدبية والشعرية. كانت مشكلته واللي سبب نفيه من الملك فاروق قصيدة كان كتبها بعنوان البامية الملوكي والقرع السلطاني. كان بيرم التونسي من أشد المدافعين عن الإسلام عكس ما أشيع عنه تماما، وكان ده ضد المتطرفين اللي أسماهم بيرم التونسي سفلة الأديان. كان مدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على كده لما قام شاب مسيحي متعصب اسمه قلدس جرجس، لما قام بسب الرسول صلى الله عليه وسلم
كان أول المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيرم التونسي نفسه، لما قال: من عهد ما القرآن هبط، نزل عمرو هنا وربط، بينا وبينكم يا قبط، عهود وداد متسجلة، قرآن محمد قال لنا، عيسى المسيح روح ربنا، والست مريم ستنا، تنزل في أكبر منزلة، وكان محمد له نسيب، يا قبطي دون أهل الصليب، أما المقوقس له حبيب محبته متأصلة، أبويا ناسب بسخروس، اسم خالي جرجيوس، وجد أمي فلتأوس، وأنا اسمي طه أبو العلا، قلدس يا جرجس يا غبي، كل القبط كهل وصبي، يقولوا من سب النبي ينزل لسانه بالبلا. دي كانت مدافعة بيرم التونسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سبه المسيحي المتعصب قلدس جرجس. أما عن حكاية إلحاد بيرم التونسي أو حقيقة إلحاده من عدمه، من القدم والشعراء دايما بيحاولوا محاكاة النص القرآني المعجز، فكان منهم اللي بيستعين بآيات القرآن الكريم في أشعاره، أو يأتي بأبيات شعرية على وزن آيات قرآنية، زي ما عمل أبو تمام قبل كده لما كان أمام عبد الله بن طاهر حاكم خراسان وقال: أيها العزيز قد مسنا الضر وأهلنا أشتات، ولنا في الرحال شيخ كبير ولدينا بضاعة مزجات. على نفس النهج والمنوال ده حاول بيرم التونسي إنه يحاكي النص القرآني المعجز، ولكن بيرم التونسي كان معروف عنه جرأته الشديدة والزايدة وتمرده، فحاول إنه ينسج صورة كاملة. ما كانش ده تحدي لرب العزة سبحانه وتعالى، حاشا لله، ولكنه كان محاولة متمردة خاطئة جاهلة لمحاكاة النص القرآني. بعدها شعر بيرم التونسي بالندم الشديد وتبرأ من المحاولة دي، وشعر بيرم التونسي إن الله سبحانه وتعالى بيدعوه لزيارة بيته الحرام، فذهب بيرم التونسي لأداء مناسك العمرة، وهناك أنشد بيرم التونسي بعد ما شعر بلذة العشق الإلهي ولذة الخشوع، أنشد أجمل قصيدة دينية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم بعد وفاة بيرم التونسي ب10 سنوات كاملة. كانت القصيدة دي هي القصيدة الرسمية لمناسك الحج، قصيدة القلب يعشق كل جميل، كتبها بيرم التونسي وغنتها أم كلثوم، واللي كان بيقول فيها: القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل، وندم يدوم يوم ولا يومين، واللي هديته واللي هويته اليوم، دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي يلوم، لا يعاتب اللي يتوب، ولا بطبعه اللوم، واحد مفيش غيره، ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، واما تجلالي بالدمع ناجيته، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم ترجع لي وتجيني، طاوعني يا عبدي طاوعني أنا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم، وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم، واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك، تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم، سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم، إلى نهاية القصيدة الرائعة الجميلة. كان بيرم التونسي من أعظم شعراء العامية والأغنية في مصر، اتقال عليه هرم الزجل في مصر. كتب بيرم التونسي لكوكب الشرق أم كلثوم مجموعة من أروع أغانيها، كتب لها حوالي 33 أغنية. من أشهر وأجمل الأغنيات اللي غنتها السيدة أم كلثوم، زي أغنية أنا في انتظارك، حبيبي يسعد أوقاته، هو صحيح الهوى غلاب، أهل الهوى، كل الأحبة، شمس الأصيل، الحب كده. وغنت كوكب الشرق آخر أغنية لبيرم التونسي درة الروائع بعد رحيله ب10 سنوات كاملة، أغنية القلب يعشق كل جميل، غنتها سنة 1971. من أجمل ما كتب بيرم التونسي وغنى فنان الشعب سيد درويش في أوبريت شهرزاد الأبيات الأخيرة التالية: أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومجرى النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا آلاف السنين، ويفنى الكون وهم موجودين،
لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وهم موجودين. وأقول لك على اللي خلاني أفوت أهلي وأوطاني، حبيب أوهبت له روحي لغيره لا أميل تاني. توفي بيرام التونسي سنة 1961 بعد معاناة مع مرض الربو، بعد ما حصل في العام اللي قبله على جائزة الدولة التقديرية سنة 1960، بعد ما ترك إرث كبير من القصائد والمسرحيات والأغنيات. استحق عن جدارة لقب فنان الشعب وشاعر العامية وهرم الزجل. رحم الله نفس تابت وأنابت إلى الله، رحم الله الشاعر بيرام التونسي. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. بكده بتنتهي حلقتنا عن بيرام التونسي، هرم الزجل، فنان الشعب، أسرار العشق والمنفى، من التمرد إلى العشق الإلهي. لو الفيديو عجبكم أتمنى أنكم تدعموه باللايك والشير، وأتمنى أنكم تدعموا القناة بالاشتراك فيها. دمتم بكل الخير، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.